اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الداتا تايبس. احنا قلنا لما نيجي نعرف فاريبل لازم نحدد نوع البيانات، بعد كده اسم المتغير، وعملنا كده. فكده انا عرفت فاريبل. ليه قلنا string دي؟ علشان دي نصوص. فدلوقتي انا لو جيت عملت برنت للنيم هيجيب لي احمد. طيب انا لو جيت عملت النيم ده وخليته علي، بعد كده عملت له برنت تاني، هيتعرف احمد بعدين علي. زي ما اتفقنا احنا كده عملنا ايه؟ جينا في الميموري عرفنا مكان وخلينا قيمته احمد وسميناه نيم، وهنا نفس الكلام بس هنا خلينا المكان ده اسمه علي. بس في حاجة، انا دلوقتي النيم ده انا لو عايز اخليه 5 ضرب معايا. ليه ضرب معايا؟ لان في نقطة كمان، ان الداتا تايب بتاعت المكان ده string. يعني ايه؟ يعني المفروض اللي هيتخزن هنا قيمة نصية، لكن ال5 دي قيمة رقمية، فطبيعي مش هينفع. يعني هو عايز هنا دلوقتي string. طيب ايه اساسا انواع الداتا تايبس اللي عندنا؟ احنا عندنا دول الانواع الاساسية: البريميتيف داتا تايبس والدايناميك تايبس والكوليكشن داتا تايبس. ايه البريميتيف داتا تايبس؟ يعني الاعداد الصحيحة بتاخد حاجة اسمها int لانتجر، دي بتاخد الرقم الصحيح حتى لو كبير. طيب الدبل للاعداد العشرية، البوليان للترو اور فولس اللي هو الصح والغلط، والسترنج للنصوص. في حاجة اسمها دايناميك تايبس. الفار دي بيستنتج النوع بشكل تلقائي، بمعنى انا دلوقتي فار كاونت 10 فهو عارف ان دي انتجر. طب لو فار نيم احمد فهو هيعرف ان دي سترينج. الدايناميك نفس الكلام، هو يمكن يغير نوعه. يعني انا هعمل دايناميك فاليو هنا سترينج بعد كده بقى رقم. الاوبجكت دي الفئة الاساسية لكل الكائنات، يعني هنا اوبجكت 100 ممكن يبقى برضو تكست نفس الكلام. طيب ليه ما نستسهلش ونستخدم على طول الفاريبل والدايناميك والاوبجكت معانا؟ ما نستسهلش علشان انت دلوقتي في لغة البرمجة الاهم حاجة الوضوح. فلما انت تقول ان ده انتجر فهو انت عرفته من الاول للكومبايلر، هيبدأ يشوف ان ده انتجر. طيب لو جيت تعرفه ان هو سترينج خلاص عارف ان هو سترينج، لكن لما تعرفه ان هو فار هو لسه هيكتشف انت هتستخدمه في ايه، فهو ما يعرفش دلوقتي الفاريبل ده عبارة عن ايه. حتة الدايناميك دي يعني بتستخدم نادرا جدا، حتة اللي احنا نغير النوع اثناء التشغيل، لان الاغلبية بيبقى معروف هو عبارة عن ايه. فعشان كده ما بنستخدمش الفار او الدايناميك على طول ما هي واضحة، طول ما احنا بنستخدم دول علشان كمان السرعة والبرفورمانس اهم حاجة عندنا. هنيجي بقى للكوليكشن داتا تايبس. الداتا تايبس في الكوليكشن فيها الليست والست والماب. ايه الليست؟ دي الاري بتاعتنا العادية. طيب الست دي لما تبقى عناصر فريدة اللي هي اليونيك، يعني هنا علي وعمر ما ينفعش نحط علي تاني، هو علي وعمر بس، يعني الحاجة في منها حاجة واحدة. لو colors عملت بلاك وبلو يبقى هي البلاك والبلو هيبقى الكولر الجديد لون تاني، ما ينفعش اكرر البلاك. طيب ايه الماب؟ الماب دي اللي بنستخدمها في الريسبونس اللي راجع من الاي بي اي، وده بيبقى الشغل الاساسي بتاعنا في الجيسون، بنحول كل حاجه لكيو فاليو. يعني هنا هو عايز يعمل العمر، فهنا الكي بتاعه الاسم الشخص والفاليو بتاعته عمر الشخص، يعني علي 30 سنه عمر 25 سنه، وده الشغل الاساسي بتاعنا. فاحنا ان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ نتكلم عن البريميتيف داتا تايبس بالتفصيل، ولو في اي حاجة مش واضحة ممكن تكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل متابعة علشان تتابع باقي الكورس. سلام.